أمنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد فطبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العلي القدير كما جمعنا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما زال حديثنا في سلسلة طريق الصالحين إلى رب العالمين، ومعنا اليوم إن شاء الله موضوع جديد ألا وهو فضل تنظيف المساجد. لما الإنسان كده يمن عليه ربنا وقت وينظف بيت من بيوت الله عز وجل، انظروا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بمن ينظف المساجد. شوفوا ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بمن ينظفون المساجد. مش ما تقولش يعني انا راجل مش شغلتي اني انظف مسجد او ده ليه ناس، لا، ده انت هيكون لك اجر. يعني لو انا شوية تراب مثلا او اي شيء على الفرش او على المكت ونظفتهم كده ليه اجر؟ نعم لك اجر عند الله عز وجل. في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، اي تكنس المسجد وتنظف المسجد ودائما على طول المسجد، او شابة. يعني الراوي ما عرفش سيدنا ابو هريرة بيقول مش عارفين هي امرأة او شاب. المهم ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يشوفه كده في المسجد او يشوف المرأة دي دايما في المسجد، فما شافهاش في فترة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها او عنه، يعني سأل عن المرأة دي او عن الشاب، فقالوا مات، يعني قالوا له ده مات او مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني، يعني ما جيتوش ليه استأذنتوني لما رحتوا تدفنوها أو صليتوا عليها، أو لما ماتت ما جيتونيش ليه؟ فكأنهم صغروا أمرها، يعني قالوا أمر صغير، يعني ما لهاش شأن زي أي واحد يموت وخلاص يدفنوه. لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ليها شأن كبير. ليه؟ لأنها كانت تنظف بيت الله عز وجل، والحاجة اللي كده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش تعدي عليه وخلاص، لا، ده كان يسأل صلى الله عليه وسلم. فقال دلوني على قبره أو قبرها، دلوني على القبر الثاني، فدلوه فصلى عليها. راح النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. ومن هنا ملحوظة، يعني لو إنسان له قريب مات وما تحبش تصلي عليه، ينفع أروح أصلي عليه فوق المقبرة، يعني على القبر بتاعه كده أصلي عليه؟ نعم يجوز لك أن تصلي على إنسان لم تصلي عليه، أن تصلي عليه في المقابر. أنا كنت جاي من سفر مثلا وإنسان مات ودفنوه، ينفع أروح أصلي عليه في القبر هناك؟ ينفع. لكن هل ينفع أني أصلي في المقابر الفريضة؟ لا يجوز طبعا، كما قال بعض العلماء المسلمين. ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. القبور دي مملوءة ظلمة وأهوال لا يعلمها إلا الكبير المتعال، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاته عليهم. والصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا إيه؟ اللي هو الاستغفار له ودعاء له. كادي مفرد عند المصلى عند الأوضة وصليها بعيد عن المقابر. بعيد عن المقابر. أهم شيء تكون بعيد عن المقابر، تصلي لا شيء إن شاء الله. لكن لو كان مقابر لا يجوز. طيب، موضوع جديد ثاني، فضل الدعاء عند دخول المسجد. هو في دعاء إني أقول عند دخول المسجد؟ في دعاء تقول عند دخول المسجد. إيه هو الدعاء؟ صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول ما يخش المسجد يقول أعوذ بالله العظيم
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طبعا طويل المسافة دي. أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أو تقول أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. سهلة دي مرة. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، ممكن أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إيه أجرها لما أقول الحديث دي؟ قال أقط، يعني سيدنا عمرو بن العاص بيقول له أقط يعني بس كده يا رسول الله؟ يعني سيدنا عمرو بن العاص قال ده صغيرة، أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فقال له بس، قال له بس. فقال النبي قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. يعني مجرد ما تقول الحديث ده كده أو تقول الكلمات دول بمجرد ما تخش المسجد يقول الشيطان إيه؟ حفظ مني سائر اليوم. يعني مش هيخش معاك المسجد ويوسوس ليك ويجيب لك الغرب على الشرق ويفكرك بأمور الدنيا، لا، أنت حضر قلبك لله وأنت واقف بين يدي الله عز وجل، ومن خشع يكون له الأجر والثواب. قال ربنا عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نخش على موضوع جديد ونقول منه أول موضوع ونكمله إن شاء الله إن كان في العمر بقية غدا إن شاء الله. إيه هو الموضوع؟ فضل الصلوات الخمس. الصلاة اللي احنا بنصليها دي هل لها فضل؟ نعم. المحافظة على الصلاة من أسباب دخول الجنة، إنه الإنسان يحافظ على الصلاة وفي بيت الله عز وجل وفي أي مكان، بمجرد ما يأذن الأذان يحافظ عليها في أي مكان، ده سبب من أسباب دخول الجنة. إيه الدليل؟ صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وصححه الإمام الألباني عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. يعني سيدنا أمامة سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب يقول اتقوا ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب آلاف من الناس، من أكثر من 100,000. شوف ازاي أكثر من 100,000. يقول لهم اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ومجرد ما تعمل الأشياء دول تكون من أهل الجنة إن شاء الله. وللحديث بقية إن شاء الله إن كان في العمر بقية. نكمل فضل الصلوات الخمس بإذن الله، وفضل صلاة الصبح وفضل صلاة الظهر وفضل صلاة العصر وفضل صلاة المغرب وفضل صلاة العشاء، كل لها فضل. فنسأل الله عز وجل فينا من فضله الكريم وأن يقبل منا الصلاة ويقبل منا الدعاء، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.